السلام عليكم. الله يبارك لك. اهي دي مصر. طول ما انت بقى سايق كده تلاقي نفسك ايه، بتسلم على ناس ما تعرفهاش. الناس بتقول لك اتفضل كتير جدا، تلاقي نفسك طول الوقت مبتسم وفاتح شبابيك العربيه. ما ينفعش ان انت تقفلها، ما ينفعش ان انت تشغل التكييف في مصر. ليه بقى؟ لان انت لو عزلت نفسك عن العالم هتلاقي نفسك متضايق كده، لكن لو انت في وسطيهم كده ومطلع ايدك، بص من الشباك كده، طلع ايدك من الشباك كده وماشي تصبح وتمسي على خلق الله. مية مسا ريس. تلاقي الناس كلها بتمسي عليك، كلها فرحانه ومبسوطه، كلهم مبتسمين وهم بيقولوا لك اتفضل. وفعلا لو انت ركنت وقعدت هيطلبوا لك شاي وهيطلبوا لك قهوه وهتقعد تتكلم معاهم عادي خالص، مفيش اي مشكله. هي دي بساطه الشعب المصري وسعاده الشعب المصري، اللي هي اصلا جواهم كده بيلت ان كده، ما تعرفش هم مبسوطين. حتى المعدمين تلاقيهم قاعدين ومبسوطين وبيسلموا ويصبحوا ويمسوا، ما عندهمش مشكله في اي حاجه خالص، تلاقيهم برده مبسوطين حتى لو معهوش في جيبه 50 جنيه. السلام عليكم. في احداث طول ما انت في مشوار ولا رايح اي مكان، سايق العربيه او حتى راكب مواصلات ولا اي حاجه، في احداث عندك بتحصل في اليوم. المشوار مش زي كل يوم. يعني انت مثلا لو كل يوم بتروح الشغل او متعود تروح مكان معين كل يوم، حتى لو بتمشي من نفس الطريق وحتى لو بتمشي من نفس الاتجاهات وكل حاجه، بتلاقي كل يوم مختلف عن التاني. مفيش يوم شبه التاني لان احداثه بتتغير مختلف عن كل يوم. لان الاحداث بتتغير والناس، تلاقي واحد ده بيمسي عليك والتاني بيصبح عليك، والتاني مثلا عجله قدام يا استاذ، عجله ورا، مش عارف ايه. تلاقي اتنين بيتخانقوا واتنين بيتصالحوا واتنين بيعدوا الشارع غلط واتنين بينطوا عليك وانت ماشي في العربيه، ولا حاجه غريبه صراحه. السلام عليكم. اللي بيقول لك السواقه في مصر مقرفه، لا، هي السواقه في مصر مش مقرفه والله ولا حاجه. هي ونس زياده عن اللزوم. انت وانت ماشي بتعمل علاقات مع الناس كلها. ممكن تكسر على واحد شويه او واحد يكسر عليك ويقول لك لا مؤاخذه ومش عارف ايه، في احداث يعني، عارف. تلاقي واحد جاي عكس اتجاه في وشك ماشي مش مشكله ويقول لك لا مؤاخذه. ما ينفعش انت تمشي في حاره، يعني انت تمشي في حاره كده في لين كده، ما ينفعش. طبيعه البشر ان هم بيحبوا يخالفوا القوانين. هنا بيخالفوا القوانين ومفيش رقابه يعني، فعادي الدنيا بيس يعني. اي حد عايز يعمل حاجه، عايز تعدي الشارع بالعرض، تعدي الشارع بالطول، تطير في الهواء، تنزل تحت الارض براحتك، تعمل اللي انت عايزه. وكده وكده انت اوريدي عامل صداقات مع العربيات اللي حواليك، السواقين اللي حواليك اللي بيسوقوا. معلش ممكن عجله قدام عجله ورا، تخش قدام وتطلع من وراه، تمشي في نص الشارع، تمشي على الخط نفسه اللي هو بيفصل ما بين الحارات، عادي ما عندكش مشكله خالص. اهم حاجه ان في روح تآلف ومحبه ما بينك وما بين العربيات اللي حواليك.